يتمكنوا من شرب الكمية المقترحة في غضون فترة زمنية قصيرة. وقد أثبتت نتائج تجربة العلاج بالماء الشفاء من الأمراض التالية في مدة مبينة مع كل منها: داء السكر 30 يوما، ارتفاع ضغط الدم 30 يوما، مشاكل المعدة 10 أيام، السرطان 9 أشهر، السل 3 أشهر، الإمساك 10 أيام. وينبغي على الذين يشكون من التهاب المفاصل أن يكرروا التجربة 3 مرات يوميا في الأسبوع الأول، ثم يخففونها إلى مرة في واحدة في الصباح، ويميلون أو يزيدون في الأيام القليلة الأولى إلى التبول أكثر من المعتاد، ولكن لن يكون لذلك أي مضاعفات جانبية. كانت هذه هي التجربة اليابانية مع العلاج بالماء. فهل يؤيد العلماء والأطباء هذا العلاج؟ دكتور مجدي، يعني خلينا نشوف التقرير ده. بيقول انه لقوا ان الميه بتعالج الصداع وضغط الدم وفقر الدم والانيميا، المفاصل، الشلل، الصرع، السمنه، السعال، التهاب الحلق، الربو والسل، السحايا، المسالك البوليه، الحموضه، دوسنتريا، الامساك، العين، الاذن، الحنجره. السكر بيخف في 30 يوم، ضغط الدم بيخف في 30 يوم، المعده 10 ايام، السرطان 9 شهور، السل 3 شهور، الامساك في 10 ايام. كل ده لما اصحى الصبح واشرب 4 كوبايات ميه لمده معينه وبنظام ياباني معين. الله، ده الموضوع سهل قوي كده، ولا بقى في دكاتره ولا اطباء ولا ادويه، ومصانع الادويه تقفل المستشفيات وبتوع الميه هم اللي يشتغلوا. واعتقد في نوع من البلغه شويه، ولكن احنا خلينا ننظر طبعا لا اؤيد ولا اعارض، يعني احنا خلينا ننظر طبعا انا معترض على الكلام ده. حضرتك معترض؟ لماذا؟ طبعا على اي آلية حدث هذا، وعلى اي نوع من اصل دول يابانيين فناس بتفهم، يعني احنا اول ما يجيبوا لنا حاجه يبقى لازم نصدقهم. مع احترامي لهم لازم ينشر في المجلات العلميه، يعرض في المؤتمرات العلميه، ولازم يوافق على الكلام ده علماء من اليابان وخارجها. فما حدش وافق على الكلام ده خالص في اي دوله في العالم، واللي يمارس اي نوع من العلاج بالماء في اي مكان في العالم. حضرتك اعلم جيدا دكتور مجدي يسمح له، متابع لكل ما هو جديد. ما لقيتش حاجه زي كده في اي ابحاث او مجلات علميه كبيره. مفيش الموجود حاجه زي كده. وانا اعتقد الناس اللي هتشفى بالعلاج بالماء نمره واحد هيعتمدوا على الايحاء. الايحاء في الهند بيعالجوا ناس كتير جدا من الضغط والسرطانات عن طريق الايحاء، اللي هو يخليه يقدر يمارس اليوجا ويتحكم المديتيشن او التامل. في كثير، في ناس كتير، انا بنفسي شخصيا في ناس كتير بتيجي في العياده ويطلع بعد كده ما يجينيش تاني. فاستفسر هو ما جاش تاني ليه خالص؟ ويمكن ما يجيبش علاج كمان. كلمته كلمتين حلوين وهديته. وبيحدث كمان مع الناس اللي هم انتوا ساعات بتدوا قرص اسبرين بدل الدواء وتقول له الدواء ده في مثل بقى، في مثل كان يعني دايما في كليه الطب بنقوله، ان كان في واحد عنده نوع من انواع السرطانات الصعبه، فراح لكل الاطباء كتبوا له كل الادويه مفيش فايده. في الاخر واحد من جيرانه في سنه ثالثه طب راح له، فالطالب اما لقى ان هو راح كل اساتذته وخد العلاج مفيش فايده، قال لك انا هكتب له ايه؟ كتب له اسبرين. فخد له اسبرين وبيقول ان هو خف. فقال لك خلاص. فده الايحاء. الايحاء بيخليك ممكن تخف وترتاح حتى في الكلام. تروح الدكتور انا قلت له مثلا ان شاء الله سهله، ان شاء الله هتخف، يقول لك خلاص دكتور مجدي طمني، خلاص انا مش هاخد علاج بقى خلاص. ممكن يقنع نفسه ان هو خف. محتاج ان هو ده. خلينا كده نفكر نشوف الميه دي بتعمل ايه في الجسم بعيدا عن الوصفه. انا محتاج الميه، وانا شخصيا في ممارساتي الطبيه بنصح بالميه وبشدد على الميه. مش بس كده، انا بقول للناس كمان الميه ترفع المناعه، وان غياب الميه يهدد الحياه، وان الميه مهمه خلال الليل. يعني الحاجات دي بقولها ليه بقى؟ خلينا نبدا من فتره الحمل مره ثانيه. احنا فتره الجنين نفسه اذا ما فيش ميه هيبقى كل الكيمياء في جسمه مختلفه. بمعنى انا عايز دلوقتي سوائل، عايز الدم فيه ميه، السوائل نفسها، اللعاب فيه ميه، الافرازات بتاعت الغدد اللي بتطلع الهرمونات ميه، الكيمياء، اي افرازات، اي ماده داخل الجسم، الخلايا نفسها ميه. يبقى انا الميه هامه جدا للحياه زي ما احنا عارفين. حاجه ثانيه بعد كده فتره الرضاعه كمان، اللبن بتاعت الام ميه.
الدموع نفسها، الدموع دي ميه وبتحمي العين، واذا ما فيش دموع تجف العين ممكن تهدي البصر. الانف نفسه اذا ما فيش ميه، الانف اذا ما فيش ميه فتره الشتاء زي ما احنا دلوقتي، اذا ما فيش ميه الجلد هيجف، الانف هيجف من جوه، هتلاقي فيه نزيف من الانف. اذا ما فيش ميه هيبقى تلاقي البلغم والافرازات المخاطيه هتبقى لازجه ومش هتطلع، فهتلاقي فيه ممكن تيجي يعني بعد الشهر يجي انسداد المشاهدين، انسداد في شعبه هوائيه عشان ما فيش ميه، البلغم تراكم واصبح لزج والتصق وبقت فيه صعوبه. يبقى احنا الميه عايزينها، وانا بحب الميه كمان خلال الليل، مش بس زي الصباح زي اللبنين، انا خلال الليل انا بقول للعيان عندي كل عياني بقول لهم خلي بالك انا مش عايز اديك ادويه لاخراج البلغم. يقول لك ازاي يا دكتور؟ اقول له ان افضل علاج لاخراج البلغم ان يكون جسمك فيه ميه. يبقى هتاخد علاج من غير ميه مش هتشتغل، هتاخد علاج كتير من غير ميه مش هتوزع على الخلايا كلها، يبقى الخلايا